اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم فل وورد وياسمين، نهاركم ابيض زي اللبن الحليب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد، بس ما تنسوش تحطوا اللايك. على فكره انتوا بتنسوا تحطوا اللايك، ما ينفعش كده تتفرجوا كده على الفاضي. حطوا اللايك، ولو بتشوفيني اول مره اعملي اشتراك للقناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. اظن بقى ان احنا كده كلنا كده طول ما احنا قاعدين عايزين نعمل حاجة حلوة، عايزين نعمل أي مخبوزات، أو عايزين أي حاجة نقوم نشغل بقنا ونشغل معدتنا كده على العمال وعلى الفاضي. لما رحنا خلاص طولنا في عرضنا. المهم ايه، الولاد قاعدين بالليل كده عايزين يتعشوا وعايزين حاجة مختلفة. اعمل لكم سندوتشات جبنة رومي؟ لا. اعمل لكم سندوتشات لانشون؟ لا. اعمل لكم فول وطعمية وكده ونوضب عشاء؟ لا. المهم بقى ايه، قمت بقى عملت ايه، جبت 5 كوبايات من الدقيق وعليهم ايه، تعالوا بقى نشوف كده واحدة واحدة، نمشي بقى بالخطوات كده واحدة واحدة. عندي هنا 5 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم نص كوباية من السمنة على زيت، او ممكن سمنة بس او ممكن زيت بس. نص كوباية من الدقيق، من اي مادة دهنية عامة يعني، ممكن زبدة. يعني ما توقفيش نفسك، شغلي نفسك والموجود عندك اعملي بيه. ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. دي نص كوباية سمنة على زيت. وزي ما قلت لك ممكن سمنة بس، ممكن زيت بس، ممكن زبدة. المهم ايه، هقلب بقى كل مكوناتي كده في بعضهم، واخلط السمنه بالزيت كده في الدقيق زي ما انتوا شايفين. وكان ممكن احط الميه برضو واعجن بيها وبعدين احط السمنه على زيت في الاخر. يعني ايه، يعني مش شرط ان انا احطها في الاول وفي الاخر، وممكن احطه كله على بعضه واعجنه. اشتغلي، ما تخليش حاجه توقفك. خليكي كده وخشي على الحاجه كده بقلب جامد، وان شاء الله هتطلع زي الفل، وهتطلع من ايديكي زي العسل كمان. طول ما انت بتعملي الحاجة بحب كده، وحابة ان انت تعملي لولادك حاجة حلوة وتفرحهم وتبقي يعني الواحدة بتعمل الحاجة بتبقى مبسوطة ان ولادها حابينها وحابين وكلوها. بتبقى الواحدة كده مبسوطة وفرحانة من كده. المهم بقى خلينا نرجع للعجينة بتاعتنا. بننزل بالمية شوية بشوية لحد العجينة بتاعتي كده ما تلم معايا، وعايزة عجينة طرية ولتيها حلوة قوي. كل ما تلتي العجينة بتاعتك كويس كل ما هتاخدي منها نتيجة هايلة. خلاص كده تمام، ننضف الرخامة بتاعتنا بقى ونسيب العجينة بتاعتنا تخمر، ونحضر معانا الحشوة اللي هي ايه، اللحمة المفرومة. عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، احط عليهم بصلتين وقرن الفلفل الاخضر، بس مش هحط قرن الفلفل الاخضر دلوقتي. المهم ايه، هشوح البصلايه كده الاول يا دوبك تدبل معايا بس. زي ما انتم شايفين كده، عندي طاسه فيها شويه زيت على النار، وانزل البصلتين بتوعي اللي انا فرمتهم ونشوحهم زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تتشوح كده وتدبل معايا، ريحه البصله كده تطلع وتبقى حلوه كده، ننزل بايه، بقرن الفلفل الاخضر اللي احنا قطعناه برضو قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحط قرن فلفل حامي زي ما تحبي، يعني ده الاكل ده اذواق. تشويحه كده البصل مع الفلفل، وبعدين انزل باللحمه المفرومه بتاعتي زي ما انتم شايفين. اديها بقى تقليبه كده لحد اللحمه بتاعتي ما تاخد لون، وابتدي ان انا ايه، احط التوابل بتاعتها، اسيبها بقى ايه مع نفسها كده. العجينه بتاعتي هنا خمرت خلاص، فهبتدي ان انا اقطعها، اعملها كرات صغيره كده، وممكن افردها كلها كده وزي ما هي قطعه واحده، واقطعها كده بالقطاعه المقاسات اللي انا عايزاها عامه يعني، لان انا هعمل ايه، هعمل ميني بيتزا. شوفي العجينه سهله ازاي، ممكن بدل ما تحطي يعني. انا حطيت على فكره لبن بودره، ونسيت اقول لكم على فكره ان انا حطيت لبن بودره. حطيت 3 معالق من اللبن البودره. ممكن تستبدلي اللبن البودره ده مثلا بعلبه زبادي او بلبن حليب. حطينا بقى البهارات بتاعتنا، حطينا ايه، حطينا 7 بهارات، وحطينا توابل لحمه، وحطينا فلفل اسود والملح، بس كده. كده تمام قوي. نديهم تقليبة كده ودقيقة واحدة واطفي عليهم. تمام كده. كده خلاص كل حاجة عندي جاهزة، وعندي ميكس جبن هنا اهوت، وعندي زيتون كمان مخلي و... ودي برضو ايه اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها مع بعض. كده العجينة بتاعتي ارتاحت اهوت، فهبتدي ان انا ايه،
افردها كده زي ما انتم شايفين. بحاول ان انا ارق الوسطانيه عن الحروف، اخلي الحروف متماسكه شويه، يعني اخليها تخينه شويه عن الوسطانيه عشان تاخد الحشو بتاعي، الحشو بتاعي ما يخرجش بره البيتزايه الميني بيتزا عامه يعني. فابتدي بقى ان انا ارصهم كده في الصاج بتاعي. وقبل ما ادخلهم الفرن طبعا هجيب شوكه واشكشكهم كده من النص عشان ما تقبش. شوفوا ماشيه معايا بكل سهوله ازاي، لان انا سبت العجينه بتاعتي ارتاحت عشان اخد منها النتيجه الحلوه دي وانا بفردها على الرخامه عشان ما تلمش معايا. لو ما كانتش ريحت كانت هتلم معايا وكانت هتزهقني وكانت ممكن اتقطعت مني وانا بفردها. تمام كده تمام. اللي ما حطش لايك يلا يحط لايك. كده تمام قوي. شوفوا بتمشي معايا بكل سهوله ازاي. وممكن بقى الحشوة دي تبدعي فيها، ممكن تحطي سجق، ممكن تحطي بسطرمة، ممكن تحطي جبن، بس زي ما انت عاوزة. زي ما قلت لكم كده من النص كده هعمل بالشوكة فتحات كده بحيث ان هي ما تقبش معايا في الفرن وهي بتتخبز. عندي هنا ممكن تجيبي كاتشب، وممكن على فكرة دي صلصة وانا حطيت عليها ملح وزعتر وفلفل اسود. ممكن تحطي كاتشب. نديها دهنة كده، على فكرة هتديها لون حلو برضو من على الحروف كده ومن جوه ومن بره، تديها طعم وتديها لون برضو حلو كده احمر لما تدخل الفرن. ندهنها بقى كلها كده، وبعدين ننزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم ممكن نحط لحمة، بسطرمة، اي حاجة، اي حشو موجود عندنا. ممكن تحطي جبنة قديمة على فكرة يعني، وزيتون وبتاع، واي حاجة على الوش كده من غير جبنة موتزاريلا، من غير جبنة رومي، وهتبقى جميلة وطعمها حلو قوي كمان. نوزعهم نحطهم كده في النص. وكتري بقى العيال بقى اللي مغلبينك بقى في اكل اللحمه، حط لهم بقى وكتري لهم كده عشان يستفادوا باللحمه دي. نحط بقى الجبن على الوش كده، ده ميكس جبن تديها طعم حلو برضو. وممكن برضو تقطعي طماطم وفلفل وتحطي، بس انا ما حطيتش في طماطم وفلفل لان حسيت ان الحشو هيبقى معايا كتير قوي كده، هيبقى اوفر يعني. فالمهم يعني حبيت ان الحاجه تبقى بسيطه، ما تبقاش يعني فيها حاجات كتير او كده يعني. المهم بقى حطيت الجبن وكده. حطيت بقى الزيتون، شرايح الزيتون كده على الوش. اي دلع بقى والسلام. واسيبها ترتاح شوية وبعدين ادخلها الفرن. تمام كده تمام. شوفوا بقى المنظر اصلا العام كده قبل ما تدخل الفرن شكلها كده عايزة تتاكل اكل على الفرن بقى على طول. ودي بقى الميني بيتزا بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن اهي. تشوفوا جميلة ازاي وشكلها يشهي جدا. وبصراحة يعني الولاد فرحوا بيها كمان عن السندوتشات وعن اي عشاء تاني. طبعا الولاد كلهم عامة يعني بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا البيتزا، يحبوا شاورما، يحبوا الحاجات اللي هي السريعة بتاعت بره دي. المهم خلصنا كده وشوفوا شكلها جميل ازاي، وفي نفس الوقت طرية معايا وجميلة. فما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي.